إيماننا دايماً كبير بلبنان، ولو ما إيماننا كبير بلبنان ما شفت اليوم الإيفنت وما شفت اليوم المشروع انعمل له رينوفيشن، كومبليت رينوفيشن. كل الصبايا والشباب هن لبنانية من أعمار عم بلش من 18 ل 100 جامعات عم يشتغلوا وعم ينبسطوا هون بالمشروع. أكيد إيماننا كتير بلبنان وباللبنانية وبالمغتربين اللي جايين هالسنة إذا الله راد. نحن اللي بيتميز في عنا كتير قصص، عنا الريستورانت اللي هو انترناشونال وعنا سي فود، عنا بنجلوز بيقدر الشخص ينام ويستمتع بوقته، بلاس انه كل بنجلو عنده برايفت جاكوزي بيقدر يكون عنده برايفسي كومبليت لإله، وبنفس الوقت عنا فاميلي بول وعنا بيج بول للولاد يقدروا يكونوا مبسوطين لوحدهم والادولتس كمان مبسوطين لوحدهم بدون ما ينزعجوا. رغم كل الظروف الصعبة، رغم كل اليأس، رغم الفراغ الرئاسي، اللبناني متمسك، وأكبر دليل على المشاريع اللي عم تفتح بلبنان وخاصة بجبال. حبيت كثير الديكوريشن، حبيت الفايبس، مغيرين عليه كثير قصص حلوه. اكيد لبنان كثير حلو، بس كمان بتحسوا حالكم باي بلد اوروبي انتم عم بتصيفوا في هيدي الصيفيه. مشروع روعة، وإن شاء الله يوفقهم. يعني نحن بنفتخر باللبنانية، دايماً عندهم أمل بلبنان ونحن ما بننكسر.